الجانب الثاني الجانب الصلاح. خلاص. في ناس دايما بتقول ايه، بتساوي ما بين الجانب الالتزام الشعائري بالصلاح. يعني واحد بيصلي ويصوم وبيزكي وبيقرا قران وحافظ قران وبيقيم الليل وبيطلب علم شرعي حلو كده خلاص شيخ فهو يبقى كده صالح. فاحنا بنقول لا، ده غير ده. احنا بنتكلم على الجانب الاخلاق او الصلاح، ده غير ده. بل الشائع كتير جدا جدا ان في حد بيقول ايه، انا عايز اتجوز واحده منتقبه. ليه؟ يقول لك منتقبه يعني بتطلب علم شرعي، يعني هو بيبقى حاطط صوره كده ايه. او العكس، واحده منتقبه متقدم لها واحد مش مربي دقنه وما بيطلبش علم شرعي، تقول لك لا انا عايز واحد ملتحي وبيطلب علم شرعي. مش لازم، مش معيار. يعني ممكن واحد يكون مربي دقنه وبيطلب علم شرعي وشيخ وسيء جدا العشره، سيء الخلق والتعامل وفي كل حاجه، في كل حاجه ما عدا الشعائر اللي هو الصلاه والصوم والزكاه وقراءه القران وقامه الليل وطلب العلم الشرعي. وبعد كده في كل الحاجات الحياتيه سيء جدا في التعامل ممكن. خلاص. بل لو اي حد فيكم بيتابع اي فتاوى على الميديا في العموم، فتاوى اما فيديوهات اما تلاقوا فيه مر الشك في التعاملات. التعامل واحد يقول لك طب ما هو بيدرس فقه وبتاع مش عارف ايه، وسيء جدا في التعامل اللي هو لا يضبطه قانون. اصل في حاجات ايه يعني، ازاي تقول لحد. يعني انا مره حاله عدت عليا قبل كده، واحد هيطلق خلاص، هيطلق ليه؟ قال لك ما فيش احترام. فيش احترام يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول لمراتي اعملي الغداء فتعمل الغداء، هو ده مطاف الموضوع؟ لا. اللي هو فكره ايه؟ طريقه التعامل. زي بالظبط لما واحد يقول لي ايه، هات كوبايه ميه، فانا اجيب له كوبايه الميه واخبطها على الترابيزه وكده وامشي. كده جت كوبايه الميه؟ ما جاتش كوبايه الميه. ليه؟ هي كان الغرض ان هي تيجي، ولا الغرض الطاعه؟ الغرض الطاعه. عشان كده مما يروى عن الخلفاء دايما احنا حتى يقول لك الادب فضلوه عن العلم. الادب اللي هو ايه؟ الادب اللي هو السلوك والخلق، هو ده المطلوب. يعني واحد بيلتزم بالحد الادنى من الشعائر الاسلاميه، يعني بيصلي ويصوم ويزكي وبتاع، وفي نفس الوقت والتوقف عن المحرمات والكبائر والمعاصي الظاهره وكده، وفي نفس الوقت حسن العشره وحسن الخلق افضل من عالم، لانه عالم بالفقه، عالم لنفسه وللناس، وفي البيت هيطلع عينيه في المعامله. يعني مما يروى في مجلس بعض خلفاء بني العباس، كان قاعد الكسائي وحد من العلماء التانيين برضه في نفس مقام الكسائي، قراء السبعه وعالم وحاجه، يعني كسائي مجموعه علماء ماشيين في بعض كده، واختلفوا في مساله قدام الخليفه، فده قال براي وده قال براي، ففي الاخر طلع الراي بتاع الكسائي اللي قاله صح. فالكسائي ايه زمان يمكن احنا ما نتخيلوش دلوقتي عشان الهيئات تغيرت، فلو واحد ماسك عمامه وهو قبل ابلاء حسن كده، عارف لما واحد ينطف دلوقتي ساعتها عايز يعمل كده، فراح رمى العمامه كده قال وانا ابو محمد. الرجل اذا تسمى ده اسمه العادي، فانا لو قلت انا ايمن يبقى كده ايه، لو انا عايز اشعر اللي قدامي بنوع من الاحترام شويه ليا، فاقول له انا ابو ندى، يعني انا تكنيت، فالكونيا ايه خلاص. فهو ايه في مجلس الخليفه مش من الادب العام انه يتكنى، لا ده تكنى وطلع عن العرف، رمى قالوا انا ابو محمد. فالخليفه بص له قال له لخطأه مع ادبه خير من صوابك وتكنيك. هو اللي انكره ايه؟ هو الكسائي هو اللي اصاب، الراي طلع صح والتاني رايه طلع غلط، بس كان قاعد ايه ملتزم بادب المجلس. فالخليفه قال له ايه؟ خطأه مع التزامه بالادب الظاهر احسن من ان انت اصبت وتكنيت في مجلس الخليفه. فنفس الحكايه كتير جدا. انا كنت اشوف يعني امي في البيت والناس اللي ادركتهم من الناس الكبار في السن، يقول لك ايه، يقول لك في احيانا نعم أسوأ من لا، نعم أسوأ من لا. يعني في حد تطلب منها طلب لو قالت لا أحسن من النعم اللي قالتها بطريقة تانية. ونفس الحكاية في واحد صلاحه الظاهري وقامته للشعائر وبتاع لا تغني عن طريقة التعامل. في حد طريقة التعامل بتاعته حادة جدا جدا خلاص، فده مربك جدا في التعامل. فنصيحة ان الواحدة تبحث عن حد الصلاح. واحد يقول لك ايه يعني ما دورش عليه صاحب صلاح ظاهر، يا ريت خلاص، بس احنا عايزين ايه؟ صلاح الظاهر يكون معاه ايه؟ قولوا طب اعرفه منين؟ اعرفه منين؟ تعاملوا مع امه، مع اخواته،
السؤال عنه، السؤال يا اخوانا ده الناس دايما احيانا بتسال الناس ايه هو شغال في ايه، مرتبه كام، بتاع معاه شقه، الشقه إيه؟ فيها بلكونه، فيها بلكونتين، فيها يعني السؤال الاولاني المفروض يتسال ايه؟ انطباع الناس عنه، انطباع الناس عنه. يعني في واحد لو الناس كلها اتسال عنها يقول لك ايه؟ لا مؤدب. احنا عايزين دي ان هو يتقال عليه ايه؟ ان هو مؤدب او خلوق. ليه؟ لانه ممكن واحد يقول لك ايه؟ عباده وصلاه وبتاع، حي هلا حي هلا. يعني هو لو ما بيقومش الليل وبيعملها كويس احسن من ان هو يكون بيقوم الليل وبيعملها سيء. ليه؟ قيام الليل ده نفل، اللي هو يعمله مع مراته ده هيدخله النار او يدخله الجنه. خلاص؟ فهي دي الفكره ان هو مش فقط صاحب ديانه او مشهور بالديانه. الديانه هي القيام بالشعائر، القيام بالشعائر اللي هو ايه؟ انا قايم بالشعائر يعني بصلي بصوم بزكي وبتاع. لا، مش ده اللي انا بسال عليه. اللي انا بسال عليه ايه؟ اللي هو ايه؟ انا خلقي في البيت، طريقه الكلام يا اخوانا، طريقه الكلام، طريقه الطلب، طريقه التعامل في المجال العام. يعني في حد ممكن يكون ايه؟ دين وكده وبتاع، لكن ايه؟ طريقه تعامله مع زوجته في المجال العام سيء جدا. خلاص؟ وهكذا. الطاعه احنا قلنا اللي هي التدريب على نعم وحاضر. حتى صاحب الشريعه لما وصف في القران والصالحات، الصالحات يعني يقصد ايه؟ القانتات، اللي هو ايه؟ يقصد بها الطاعه مش الشرعيه، مش طاعه الله عز وجل، وده اصلا مسلم في المسلم اللي هو ايه؟ طاعه الزوج. عشان كده صاحب الشريعه رتب على طاعه الزوج ما رتبه في الرجال على الجهاد والبر والحج وكذا، ورتب نفس الاجر للمراه في الطاعه. ليه؟ لان بصراحه بدون اي مبالغه الست لو لم تلتزم بهذا، وده الالتزام طوعي، يعني هي عايزه تنكد عليه هتنكد عايزه معنى ان هي قررت انها تنكد عليه يعني كده ايه؟ نص المجتمع قرر ان هو ينكد على النص الثاني، يعني الحياه مش هتستقيم، كل صار هتبقى مختلة. الطاعه دي صاحب الشريعه رتب عليها ايه؟ ان هو ما من زوجه توفى عنها زوجها وهو عنها راضي فهي ايه؟ في الجنه. رتب عليها يعني هو عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يصح عنه هذا المعنى ان ايه؟ معك جنتك ونارك، وهي معها جنتك ونارك. لو هو استقامت معاه استقامه على الطاعه في ايه؟ في المعروف وفي العاديات. في العاديات اللي هي ايه؟ عاديات. يعني احنا بنقول في حاجات بالامر الشرعي، يعني في واحد بيقول لها التزمي بالحجاب الشرعي، خلاص ده احنا كده بيتكلم في ايه؟ فيما امرها الله عز وجل به، حاجه مش طيب، حاجه مش في العاديات. يعني ما تجيبيش حد البيت من فلانه وفلانه وفلانه، ده داخل في اوامر بالعاديات. يعني ايه؟ انا اقنن ده ينفع. خلاص؟ الامور دي داخله في العاديات، يعني داخل في الحلال ولا الحرام، في الطاعه اليوميه، في الكلام العادي في اليومي. كان زوجة الامام احمد كانت تقول يعني انه النساء كانوا يكلمنا الرجال في وقت كما تكلمون الناس الان الامراء، اللي هو اعزكم الله، والكلام اللي هو ايه؟ حد بيكلم ايه؟ وقد رايته في عماتي الكبار رحمهم الله، كانوا اللي هو فكره ايه؟ انا شفتهم بعيني، يعني لو ما شفتش كده ما كنتش اصدق ان في كده، اللي هو ايه؟ اكنها بتتعامل مع زوجها اكن ايه؟ بتتعامل مع رئيس الوزراء مثلا علاقه غايه في الطاعه بس الطاعه اللي هو ايه؟ طاعه مستفزه والله اللي احنا طبعا احنا اللي عيب فينا بصراحه، مش ان هو ايه؟ هو في كده يعني في طاعه وبر ومعروف بهذه الطريقه في خلاص. يعني في ست بنقول لها لو ما تقدريش تقولي حاضر ونعم ما تتجوزيش. ليه؟ هتخش النار. ايه اللي يدخلك ليه تتجوزي؟ هتدخل النار حرفيا. ليه؟ لو ان النبي صلى الله عليه وسلم مما وصف به المراه قال اخبركم برجالكم من اهل الجنه، رجالكم من اهل الجنه، ثم سمى الشهيد والوليد يموت صغيرا، وسمى اناس خلاص دول من الرجال اللي هم يستحقوا اهل الجنه. اهل الجنه يعني ايه؟ كل من ده يعني عامل شيء من ده او صوره من الصور في الجنه. اخبركم على نسائكم من اهل الجنه، فقال ايه؟ الودود، مما ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الودود التي اذا ظلمت او غضب زوجها قالت وضعت يدها في يدي وقالت لا والله لا اغمض حتى ترضى. طب هو اللي مزعلها، لا والله لا اغمض حتى ترضى، دي الودود التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. او من باتت وزوجها غضبان، يعني ايه؟ ظلت الملائكه تلعنها حتى تصبح، او بات الذي في السماء غضبان عليها حتى يرضى، وهكذا. فهو في كتير جدا متعلق بغضب الله عز وجل او لعن الملائكه او كذا. طب هي ليه تجيبه لنفسها؟ هي كان في حالها بس مكروه، يعني مش هتحصل حاجه، خليها ما تتجوزش احسن. ليه؟ لأنها تجر نفسها. دايما احنا بنقول الرجل أو المرأة هو معه جنته وناره وهي معها زوجته وناره. الراجل عايز يخش النار يتجوز. ليه؟ يتجوز وليس هو مستحق للزواج. يعني هتشيل مسؤولية؟ لا. هتضيع عيالك؟ هتضيع زوجتك؟ فأبشر بالنار.
ليه؟ لأن رب العزة لما أمر الناس بهذه الأشياء أمرهم بأن يعقدوا الزواج، وأمرهم بأن هم يجاهدوا، وأمرهم أن هم يصلوا. فدي جزء من أمر الله الشرعية، فدي من فرائض الإسلام، من العقود المغلظة جدا في الإسلام. فأنت داخل تلعب، فهتلعب ومين اللي هيحاسبك؟ الله عز وجل.